السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأجمل حال. النهاردة هنعمل حاجة كلنا محتاجين لها في الجو ده، وهي يا جماعة العصاير. اولا انا هعمل لكم وهبدا الفيديو بتاعي باول عصير، وهو الاصفهاني. الاصفهاني ده حاجه انتوا هتحبوها جدا يا جماعه، فيها جميع المكونات، فيها سكر، فيها لبن، فيها مانجا، فيها ايس كريم، فيها حاجات كتيره قوي. تمام. وليها كذا طريقه للتقديم. تعالوا تابعوا معايا وشوفوا هنعمل ايه، وكمان هنعمل انواع عصاير تانية. يلا نتابع الفيديو مع بعض ونشوف العصاير الحلوة الجميلة اللي احنا فعلا محتاجين لها الوقت الصعب ده. المقادير اللي هستخدمها معايا لعصير الاصفهاني، المقدار ده يكفي معايا كوبايتين يا جماعة. يعني المقدار اللي انا هستخدمه دلوقتي ده يكفي معايا كوبايتين حلوين يعني. طيب هستخدم ايه؟ لازم تكون عندي المانجا تمام متلجة، معايا معلقة ونص زبادي، معلقتين لبن بودر، وعندي معلقتين سكر، و3 معالق ايس كريم فانيليا. تمام. انا بحبه زياده شويه فزودته شويه، وعندي تلج مجروش، وعندي ميه بارده عشان الخلط. تعالوا بقى نجرب نحط كل الخليط ده، هنحطه على بعضه في الخلاط يا جماعه. يلا بقى نشوف مع بعض. انا كده بالنسبه لي الخليط كويس، بس انت لو حابه تزودي سكر او تزودي ايس كريم دي حاجه حسب الرغبه. يعني انا بالنسبه لي المكونات اللي انا حطيتها دلوقتي هي بالنسبه لي كويسه جدا. بالنسبه لك انت لو حسب رغبتك عايزه تزودي سكر، عايزه تزودي ايس كريم، ما فيهاش اي مشكله. طب القوام بقى بصوا يا جماعه، بصوا تمام اهو، هو ده القوام اللي احنا عايزين نوصل اهو. تعالوا بقى نصب سوا كده. انا حطيت وده لو حابين بالايس كريم برضو عادي جدا، ممكن احط ايس كريم زي ما انا حاطه كده تحت. تمام. بنحط ايس كريم وبعد كده بنحط ده اللي حسب الايه الرغبه. ده بقى سيرم فراوله بيديني شكل حلو كده للتقديم. تعالوا يلا مع بعض ونشوف العصير التاني اللي هنعمله. تاني عصير معانا يا جماعه هو عصير جميل قوي جديد سهل، مكوناته عندنا في كل بيت، شمام او بطيخ ومعاه مانجا. مكوناته سهله جدا. عليه عسل، انا للاسف عشان ما عنديش عسل فاستبدلت بالسكر، بس انا عملته مره بالعسل تحفه بجد تحفه. فجربيه وفعلا فعلا فعلا مش هتندموا يا جماعه، وفايدته عاليه جدا وبألف هنا. معايا مانجا بمقدار كوبايه، يعني بمقدار كوبايه مانجا، وعندي شمام وممكن تستبدليه ببطيخ. يعني المكون ده ممكن يبقى معاه شمام او بطيخ وبرده بمقدار كوبايه، وعندي سكر او عسل حسب الرغبه. يعني ممكن تحطي عسل بدل السكر، ممكن تحطي عسل بدل السكر. انا معايا هنا 3 معالق من السكر، وده انت ممكن يعني ممكن تزوديه او تنقصيه ده حسب رغبتك انت. وعندي بقى برده تلج مجروش. يلا نبدأ وصفتنا كده مع بعض. اهو اي سيرم عندنا بقى برده يا جماعه هنحط بيه. رائع والله يا جماعه، تجربوه فعلا. الاطفال الصغيره بجد هيفرق معاها الكلام ده جامد قوي. بصوا يا جماعه ده مفيد جدا للاطفال اللي ما بتحبش تاكل شمام، ما بتحبش تاكل فاكهه عامه، ممكن نعملها لهم في هيئه عصاير، هيبقى مفيد جدا جدا ليهم. وتالت عصير معايا فيه مكونات كتيره، فيه موز وفيه جوافه وفيه مانجا وفيه فراوله. يلا مع بعض عشان نشوف هنعمله ازاي. مكوناته من الجوافه ومكوناته كمان من الفراوله والموز والمانجا.
لبن، وده حسب رغبتك، عايزه تحطي ميه براحتك، بس انا بشوف ان اللبن افيد يعني. قوي عشان يحافظ لي على المنظر اهو، بالراحه قوي يا جماعه عشان المنظر بتاعي يبقى حلو. أكون النهارده قدمت لكم حاجه نفعتكم بيها، قدرت افيد الاطفال، يا رب اكون نلت اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.